الحلول للمادة دي شنو الممكن تمرقنا وتخرجنا من براثن التفاهة؟ دي بتبدأ بتثقيف الجمهور، وتثقيف الجمهور هو متابعته، إجبار نفسه. ما هو التعليم ده صعب والوعي قاسي والمعرفة أكسى. لابد من إنه الجمهور يثقف نفسه بنفسه بمتابعة المواد، الكتاب مثلا، الاطلاعات على المحاضرات الغربية والشرقية، ومن كل ما يقدم مادة في العالم. في ناس بيقدموا مواد جميلة في كل العالم ده، ما بالضرورة يكونوا سودانيين. أعاريب كمية منهم بيقدموا مواد محترمة جدا، وبيناقشوا كتب، وبيناقشوا وعي خطر جدا ومتقدم خالص خالص. احنا نضغط روحنا عشان نحضر الناس ديل، ونشجع السودانيين مننا اللي بينتحوا منحى المادة الجيدة في إننا نتداخل معهم ونفتح معهم ندوات وحوارات مستقبلية جيدة عشان تفيد الناس، ليتثقف الجمهور. وثقافة الجمهور ما سهلة، بالذات الجمهور السوداني اللي هو معطون الآن في الوجع وآلام الحروب، ومحتاج له ولزول يحجيه. وده التقصير الثقافي هناك يعني. زول يوريون الحاصل شنو في الحرب دي ونرجع بلدنا 200. والمادة دي أنا بسميها بين قوسين ضرب وقتلوا، ناس كتار جدا بيقدموها بمستوى متدني من التفاهة وعدم الاحترام للناس وعدم احترام لعقلية السامع. يعني فيها أشياء من المبالغات المضحكة المبكية. لذلك الموازنة بتاعت المعالجة والحلول اللي هي تثقيف الجمهور، وده بتم بعدة عوامل داخلية. وأنا برجو من الحكومة إنها تملك الناس المعلومات اللي بتعينهم على الصبر والتحمل إلى وصول إلى الغايات النهائية. وده أمر محسوم بالنسبة لنا وبالنسبة لأهلنا السودانيين الكرام. الدعم الإيجابي اللي هو اللي تكلمنا عنه، إذا في زول بيقدم مادة محترمة نمشي نشوف الناس بتاع المادة المحترمة ديل ونشتغل معاهم ونتكلم معاهم وندخل معاهم ونكون حاضرين في مادتهم وننقدهم النقد البناء عشان هم يتطوروا، ونطور ناس جدد يقدموا مادة محترمة. بالطريقة دي فجأة بتلقى الموضوع ما بياخد زمن طويل، فجأة بتلقى الناس بتاعين المادة التافهة والمتحطة في الميديا ده هو ذاته حيجي وينتهج ويمشي بمنحى الناس اللي بيقدموا المادة المفيدة اللي بتستفيد منها عقول الناس، وبتخدم قضايا وطنهم، وبتحل لهم الإشكال اللي هم فيهم، وبتعالج لهم الأمراض المزمنة اللي هي عليهم ضغوط ويعني مبالغ فيها من كل الوسائل بتاعت الإعلام في إنها تأثر على أذهانهم وأذهان أطفالهم. وأنا بنبه الناس اللي عندهم أطفال إنهم بقدر الإمكان يبعدوا الأطفال من التيك توك، ويبعدوهم من الفيديوهات، مش التيك توك، من الفيديوهات القصيرة اللي هي دي بتدجن الذهن الإنساني دون ما شعور. وأنا ذاتي مع الناس ديل بتدجن ذهني ده إذا أدمنتها أو واصلت فيها بالساعات الطويلة، بتدجن ذهني على القصير وبقى متضايق جدا. ولو لاحظتوا الأساتذة اللي بيدرسوا هسه في العالم الغربي ده وغيره، الناس بقت الطلبة بتاع البكالوريوس حتى والماسترز دايرين المختصرات. يعني بيكون يا أخي بتجيب من الآخر يقول لك، وده الحس تلقى أنت نفسك لما تقول الكلام ده أنت عيان لك ليه. علاج وتوعية في عمل الميديا وأثرها على الإنسان، والناس بدأت تكتب وتحضر دراسات في الموضوع ده. تنظيم المنصات برضو واحد من الحلول، وإحياء المؤسسات الثقافية. ده الوجع، إحياء المؤسسات الثقافية والعودة إلى قراءة الكتب وتداول الكتب. والآن أصبحت المادة متاحة بشكل عجيب يعني، وما بالضرورة تشيل الكتاب كله. في بداية أمرك ممكن تبدأ بالشابتر الأول تقراه وتحاول تعمل له اختصار، وهنالك كتب مختصرة وهنالك محاضرات بتختصر كتب كاملة وكل المسائل دي. التفاهة ما ظاهرة عابرة، بل هي تهديد صامت وهادئ لوعي المجتمعات.
ما عابرة، يعني ما بيفتكر هسه حتنتهي هسه، بل حتتطور زي ما أسلف. وخاصة المجتمع السوداني الذي يعاني من تحديات وجودية، يعني إحنا في حالة تحدي وجودي الآن. شفنا بعيننا كيف تتحول التفاهة إلى صناعة مربحة، أهلها ممكن يتركوا أهلهم. وفي من النماذج هنا إنه حصل فصل أو انفصال بين علاقات أزواج أو ناس عايشين مع بعض في فقه المادة التافهة والأرباح المجنية. الأمل بيبقى في صحوة الشباب السوداني الذي أثبت تاريخ السودان إنه هم عندهم قدرة قوية جدا على المواجهات، مواجهات على أرض الواقع التي وصلت درجة حمل السلاح والدفاع عن الأرض والعرض. ديل عشان ما تساعدهم بالتنوير على أساس إنه ينتصروا ويتحولوا إلى جيل يرفض التفاهة في السلوك، يرفض التفاهة في السياسة، يلفظ ويترك التفاهة في التعامل اليومي، ويترك التفاهة ويحاربها ليصنع مستقبلا جميل يليق به ويليق بتاريخ هذا الوطن الكريم صاحب التاريخ الكبير. أنا شاكر ومقدر لصبركم الشديد على المحاضرة الطويلة هذه، لكن أدركنا أنه المادة مهمة وضرورية لتناولها وفتح آفاق معالجات لتسرب التفاهة لعقلنا الظاهر والباطن. ربنا ينصر الجيش ويسدد خطاه ويسدد خطاه كل الناس اللي هم في اتجاه هزيمة الجنجويد في المربعات الأخيرة في دارفور، وخاصة الفاشر. ربنا ينصر أهلنا في الفاشر ويسخر أمرهم وينهي هذه الكوابيس والدانات والصواريخ والمسيرات سريعا عاجلا غير آجل. ربنا ينصر الجيش، يقعد موجب ولسه قدامنا الصباح.